يا هلا والله فيكم وبساكم الله كلكم بألف خير من قلب جامعة الملك فيصل. اليوم إن شاء الله مقابلاتنا هناك. السؤال اللي راح يتوجه إلى الطلاب: إيش تخصصك وإيش أبرز الأشياء اللي يعني أضافها لك التخصص؟ الشغلات هذه ما راح تتجاوز 3 أبرز أشياء. يلا خلوكم معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبيك تذكر لي تخصصك. أدرس في كلية الزراعة، تخصصي علوم الدواجن. ما شاء الله تبارك الله. اذكر لي أبرز الأشياء زين اللي أضافها لك التخصص. تعلمت أشياء كثيرة في علوم الدواجن، أني أكون اقتصادي وأعرف شنو النوع المناسب لي. تعلمت مثلا جهاز تناسلي لها ومتى تكون مناسبة للأكل وكذا. ما شاء الله تبارك الله. فالك التوفيق وفالك أعلى المناصب إن شاء الله. يعطيك ربي ألف عافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبيكم الله يعافيكم زين تذكرون لي تخصصكم. إيش تخصصك؟ نظم معلومات جغرافية. ما شاء الله تبارك الله. نظم معلومات جغرافية. إيش أبرز الأشياء زين اللي أضافها لكم التخصص؟ يعني لا تكثرون عن 3 يعني شغلات. أول شيء علمنا كيف طريقة الرفع المساحي، وعلمنا كيف تحليل الخرائط، وعلمنا بعض الأشياء اللي نقدر نستفيد فيها بالحاسب مستقبلا. ما شاء الله تبارك الله. والله أنا أكثر شيء في الحاسب الآلي الصدق، يعني تحليل المكاني مثلا، البيانات وكذا. ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم ربي ألف عافية وفالكم إن شاء الله أعلى المناصب يا رب. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي أبى أسألك سؤال. إيش تخصصك زين؟ هذا أول سؤال. والتخصص الثاني، التخصص اللي أنت قاعد تدرسه الآن إيش أضاف لك؟ إيش تخصص أول شيء؟ تخصصي كلية الصيدلة الإكلينيكية. ما شاء الله تبارك الله يا ربي. الله يبارك لك ويوفقك. اذكر لي أبرز الأشياء اللي أضافها لك التخصص. أول شيء التخصص ضاف لي يعني أضاف لي الجوانب الإنسانية خصوصا، وأضاف لي الصبر أكيد، وكيفية التعامل مع الناس بشكل أسرع وأدق. ومن أهم الأشياء الجانب الإنساني، وكما تقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما شاء الله تبارك الله. موفق خير وعقبال إن شاء الله أعلى المناصب يا أخوي. أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. اذكر لي تخصصك. إدارة أعمال محاسبة. ما شاء الله تبارك الله. إيش أبرز الأشياء اللي أضافها لك التخصص؟ تخصصي أضاف لي أشياء كثير، منها أني كنت أفكر المحاسبة بس دخلات يومية وجورنال انتريز. لا، التخصص واسع جدا، في تخصصات كثيرة داخلة في المحاسبة الحكومية والمحاسبة الإدارية، في أشياء كثيرة، والمحاسبة الخارجية والداخلية للشركات. هذه أضاف لي إياها كثيرة جدا يعني. وبس هذا اللي يعني. ما شاء الله تبارك الله. موفق خير وعقبال إن شاء الله أعلى المناصب يا رب. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام الرحمة. أهلا وسهلا فيك. اذكر لي تخصصك. إدارة أعمال محاسبة. ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش أبرز الأشياء اللي أضافها لك التخصص؟ الحقيقة ما تقدر تحصرهم على عدد معين. إدارة الأعمال تضيف لك أشياء كثيرة مرة. إدارة الأعمال هي نمط حياة أكثر مما هي تخصص. أنا خشيتها من شغف، الحقيقة حب كبير لإدارة الأعمال. نمط حياة مثل ما قلت، تعلم فيها كل شيء، تعلم فيها التفاوض، تعلم فيها تبني بشخصيتك برضو. فما تقدر تحصرها بنقطة ونقطتين. وأنصح كل الشباب خصوصا خريجين الثانوية أنهم يعيدون النظر في هذا التخصص. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك ويفتحها عليك يا رب. السلام عليكم يا أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دام فضلك. إيش تخصصك؟ زراعة. ما شاء الله تبارك الله. اذكر لي أبرز الأشياء اللي أضافها لك التخصص. والله شوف، أنا حاليا مستجد ولا أعرف إلا يعني أشياء بسيطة. ما شاء الله تبارك الرحمن.
بس يبقى علم يعني شيء بالعكس شيء جميل وإضافة. جدا جدا، واستفدت كثير. وعندنا الاقتصاد، وعندنا الإحصاء، وعندنا شو اسمه هندسة زراعية. يعني عندنا أشياء كثير، ترى تنوع ومدري ما إيش. شاء الله تبارك الرحمن. وفي ناس برضه يشوفون ان تخصص الزراعة انه تخصص سيء ومدري ايش وكذا، لكنه ترى هو غير، والله غير. لو تعطونا فرصته والله العظيم انه غير عن كل التخصصات. ما شاء الله تبارك الله، موفق وفالك ان شاء الله اعلى المناصب يا رب. امين وإياك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايش تخصصك؟ فيزياء. ما شاء الله تبارك الله. اذكر لي ابرز الاشياء زين اللي اضافها لك التخصص. والصراحة بالنسبة لي ما في أي شيء الصدق. إلى الآن لا، تخصص طبيعي، ما في أشياء يزيدها ولا ينقصها منه. ما شاء الله تبارك الله. يعطيك ربي ألف عافية، ما قصرت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ايش تخصصكم؟ علوم حاسب. علوم حاسب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش ابرز الاشياء زين اللي اضافها لكم التخصص؟ والله التخصص أضاف كثير من الأشياء مفيدة. والله التخصص غير منظوري والله عن البرمجة والاي اي بشكل عام، عن الشبكات والأمور المتعلقة بالحاسب. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله تخصص أضاف لي أشياء كثيرة، بدأت أتعلم البرمجة وأشياء كثيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن. نفس الإجابة. خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش تخصصك؟ تخصصي علاقات عامة، اتصال استراتيجي. ما شاء الله تبارك الله. اذكر لي ابرز 3 أشياء اضافها لك التخصص. صراحة التخصص فيه أشياء كثيرة، منها أن كيفية تعامل المنظمة أو طاقم العلاقات العامة مع الجماهير الخارجية، هذا ناس واجد تجهله. غير كذا عندك كيفية عمل العلاقات العامة داخل الإدارات المنظمة. هذه يعني أبرز الأشياء اللي خلتنا نتوعى لها يعني بشكل كبير. وفي ناس كثير يجهلونها برا التخصص، لما تجي تقول العلاقات عامة ما يعرف إيش العلاقات العامة. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك ربي ألف عافية وفالك التوفيق والمراتب العليا إن شاء الله. آمين يا حبيبي. حبيب قلبي، جعلك سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش تخصصك؟ تخصصي نظم المعلومات الجغرافية. ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكر لي ابرز الاشياء اللي اضافها لك التخصص. ابرز الاشياء ممكن ان برامج الحاسب وزي كذا صار عندي اطلاع على الوورد والاكسل وغيره، وبرضه صار عندي خلفية جغرافية وعرفت اكثر عن دولة السعودية. ما شاء الله تبارك الله، مشكور، ربي يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا حبيبي، حياك. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا والله. ايش تخصصك؟ سياحة، سفر وسياحة. ما شاء الله تبارك الله. ابرز الاشياء اللي اضافها لك التخصص. طبعا تعلمت اشياء كثير من السياحة، منها الظهور الشخصي وكيف تتخاطب مع السياح، كيف تستقبلهم، كيف تتعامل معهم وتترجم لهم من اكثر من لغة. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك ربي الف عافية وفالك ان شاء الله المناصب العليا. وهنا طبعا خلاص مسكوا الختام. إن شاء الله يعني المقابلات نالت على إعجابكم، إن شاء الله يا ربي أضافت لكم نظرية حلوة. اللي محتار بتخصص شيء يعني هذا هدفي من المقابلة يعني اللي أنا سويتها، وانتظروني بالمقابلة الجاية.